السلام عليكم ومرحبا والف مرحبا بكل متابعي قناه شهيوات فاطمه. مرحبا ايضا بالمشاهدين الجدد. وصفه اليوم ان شاء الله غتكون عباره عن بريوش قطني رطب مفشفش هائل بدون دلك او اي تعب. الا ما كانش كيصدق لك البريوش فان شاء الله الا تبعتي خطوات الفيديو وجربتيه من اول مره فغيجي معك ناجح. فكيف ما كتلاحظوا معايا هذا هو الشكل النهائي اللي كنتحصل عليه للبريوش ديالي، فكيجي رطب على هذا الشكل. بالنسبه للتشكيل ديالو فكيبقى حسب الرغبه. انا حضرت معكم اشكال متعدده من باب التغيير فحضرته على هذا الشكل اليوم. فكما كتلاحظوا كيجي رطب من الداخل وايضا قطني. باش تعرفوا معايا طريقه تحضيره وايضا مكوناته، ما عليكم غير تبعوا معايا خطوات الفيديو وفرجه ممتعه. فبسم الله على بركه الله. هنا باش نيسروا عمليه تحضير هذا البريوش، يعني ما ياخذش معنا وقت طويل وايضا يعني بدون اي تعب، فكناخذ الكاس ديال الخلاط الكهربائي كنضيف عليه 2 كؤوس بقياس كاس العنبه من الحليب اللي تيكون دافي، ما يعادل 300 ملي من الحليب الدافئ. ومن بعد كنضيف ملعقه كبيره من الخميره الفوريه، اي الخميره ديال العجينه. وكنضيف ايضا 3 ملاعق كبار من السكر الخشن، اي السكر حبيبات. بالنسبه لكميه السكر فهي جد مناسبه في هذه الوصفه، لاننا في البريوش ما وضعنا اي حشو، يعني ما وضعنا لا حشو ديال الشوكولا لا حشو ديال المربى لا ديال كريمه الحلواني اللي كتكون حلوه. فمثلا الا بغيتو تعملوا شي حشو معين كيكون حلو فوضعوا ملعقه كبيره من السكر فقط فهي تفي بالغرض. كنضيف ايضا قبصه صغيره من الملح، حوالي ملعقه صغيره من الفانيليا السائله. الا ما كانش عندكم فخدموا بجوج خنيشات من سكر منسم بالفانيليا. كنضيف ايضا بيضه كامله. دائما البيض كتجربوه باش الا كانت شي بيضه فاسده ما تضيع لكمش الخليط اللي في الكاس. ومن بعد كناخذ البيضه الثانيه، كناخذ منها فقط البياض ديالها هو اللي كنوضع في الكاس ديال مولينكس. وبالنسبه للصفار ديال البيض فكنحتفظ به جانبا باش كندهنوا به الوجه ديال البريوش قبل ما ندخلوا يطيب. بالنسبه لذاك الصفار ديال البيضه فكنضيفوا عليه القليل من الخل الابيض في هذه المرحله وكنخلطوا جيدا. الا خليتو حتى من بعد هذا باش رجعتوا لي باش توضعوا لي الخل فكتلقاو فيه واحد القشره قاصحه من الفوق، لهذا من الاحسن توضعوا يعني تستعنوا بهذه المرحله في هذا الوقت. كنضيف ايضا 3 ملاعق كبار من الدقيق الابيض المخصص للحلويات. هنايا في المجموع ديال الدقيق عندي نصف كيلو، يعني 500 غرام ديال الدقيق، كناخذ منها 3 المعالق كنضيفهم على داك الخليط. ومن بعد كنحاول نطحنهم في الخلاط الكهربائي تقريبا، كنطحنهم مده 3 دقائق حتى 4 دقائق حتى كنحس بان داك الخليط تخلط جيدا. فمن بعد كنخويه في الطاسه كيف ما كتلاحظوا معايا، وكنبدا كنضيف عليه الدقيق. بالنسبه لكميه الدقيق نصف كيلو فهي كافيه، والدقيق دائما كيبقى على حسب تشرب السوائل والجوده ديالو. بالنسبه لهذا الخليط ديال البريوش فاحنا محتاجين ليه باش يكون خفيف، القوام ديالو يكون خفيف قدر يعني قد ما كان خفيف قد ما يكون احسن. وان شاء الله البريوش يجي معكم ناجح، والصوره كتبين لكم كل شيء. فالخليط ديال العجينه او العجينه كما لاحظتوا معايا القوام ديالها خفيف بزاف. هنايا على سطح العمل بالنسبه للخليط ديال العجينه ديال البريوش فحنايا كنضيفوا داك الدقيق وكنجمعوه، ما كندلكوه ما حتى شي حاجه، بالاستعانه بالسباتول اولا بملعقه كنجمعوه مزيان هذاك الدقيق مع داك السائل حتى كنحصلوا على واحد العجينه على هذا الشكل. عاد باش كنوضعوا على سطح العمل وكنضيفوا ملعقتان كبيره من الزبده. من الاحسن تكون زبده بدرجه حراره المطبخ باش هكذا تعاوننا نخدموا العجين ديالنا بسرعه. بالنسبه لي انايا خدمت بزبده نباتيه، وانتم الا كانت عندكم زبده حيوانيه فيمكن لكم تخدموا بها يكون احسن. بالنسبه لهذه المرحله فكنبداو نعجنوا في العجين على هذا الشكل حتى كتدخل لينا ديك الزبده جيدا في العجين. تقريبا كنعجنوه بحال الشكل ديال العجينه ديال السفنج، فكتكون سهله يعني ما كتمحنكم ما حتى شي حاجه، بلا ما كتدلكوا يعني بلا قوه الدلك. اللي كتبداو كتخبطوها هكذا على سطح العمل حتى كتدخن هذيك الزبده جيدا، وكنتحصلوا على واحد العجينه كتكون رطبه كتلتصق باليدين. في هذه المرحله كنجيب واحد الطاسه اللي نخوي عليها القليل من زيت نباتي، يعني خصها تكون مدهونه بالزيت النباتيه. وعاد باش كنهز ديك العجين كنوضعها في الطاسه. من الاحسن البنات بالنسبه لاخواتي يعني
كيبغيو البريوش، فكاينين بعض الادوات اللي هما ساهلين ضروري يكونوا متوفرين عندكم في المطبخ باش هكذا كيعاونوكم باش كتخدموا البريوش ديالكم. بالنسبه للبواطه على هذا الشكل فحتى هي مزيانه، يعني بلا قوه هذاك السلوفان اولا بابي سولفيريزي اللي كنبداو نغطوا ب شي طاسه الا عجننا فيها ولا شي حاجه، فالطاسه كتكون عندها غلاقه كتزمت لينا العجين ديالنا كيختمر بسرعه. وايضا بالنسبه لهذيك الاداه اللي يعني كتجمع لينا العجين فاش كيكون في سطح العمل، فحتى هي مزيانه تكون عندكم. الثمن ديالها راه ما غاليش، تيكونوا 3 ب10 دراهم، وهما متعددي الاستعمالات كينفعونا بزاف في المطبخ، ضروري يكونوا عندنا. هنايا من بعد ما كنوضع هذيك العجين في البواطه كنحاول هكذا نجمعها في البواطه باش هكذا كلها كدهن بالزيت، وكنغطي على البواطه مزيان بالغلاقه ديالها باش هكذا كتزمت لينا، كتسرع لنا عمليه الاختمار. الا ما كانش متوفره عندكم بواطه كتسد مزيان فيمكن لكم توضعوها في الكوكوط وتسدوا عليها وتوضعوها على سطح العمل بلا صفاره بلا حتى شي حاجه. من بعد 15 دقيقه كترجعوا ليها مباشره، كتلقاو ديك العجين ديالكم ارتاحت، وكتلقاو ايضا الحجم ديالها ضاعف شيئا ما. يعني هنايا ماشي هنا في هذا البريوش ماشي ضروري تخليوه يختمر يعني فتره طويله، غير 15 دقيقه فهي كافيه. من بعد مورا 15 دقيقه كنرجعوا للعجين ديالنا، كنوضعوها على سطح العمل دائما بالاستعانه بالزيت النباتي اللي كندهنوا بها اليدين ديالنا، وايضا كندهنوا سطح العمل بزيت نباتيه باش ما كتلتصق ليناش العجينه على سطح العمل. ومن بعد كنخرجوا من هذيك الكميه ديال الهواء اللي تكونت فيها، وكنبداو كنقسموها الى كويرات كتكون متساويه. بالنسبه لي انا فخرجت ليا 14 حبه، يمكن لكم ديروا فيها اكثر من 14 كويره. المهم نتوما على حسب عينكم ميزانكم الحجم اللي بغيتو البريوش ديالكم يجيو عليه. من بعد كنكون الكويرات كنلولبهم على هذا الشكل، وضروري من ورق الزبده. يعني كاينين شي اشياء شي ادوات ديال المطبخ اللي ضروري منهم والثمن ديالهم راه ما غاليش وكينفعونا بزاف، بحال ورق الزبده راه ضروري خصو يكون عندنا في المطبخ. حتى هو ملي كنبغيو نحضروا البريوش ديالنا، لان البريوش كيكون خفيف غالبا، فلهذا باش ما يلتصق لناش في اللاطه وبلا ما توسخنا اللاطه داك الصفر ديال البيض باش كندهنوا بها، فكنغطيو به ديك اللاطه. هنايا كناخذ كل كويره دائما بالاستعانه بالقليل من زيت نباتيه، كنسرحها في سطح العمل، وكناخذ القليل من الزبده اللي كتكون بدرجه حراره المطبخ، كندهن الكويره اولا هذيك العجينه من بعد ما سطحتها، وكنبدا كنروليها. ما كتزيروش عليها، كتخليوها شويه منخوفه وانتم كتروليوها حتى كتروليوها على هذا الشكل. ومن بعد كتبداو كتخالفوهم، راه الشكل واضح على الفيديو على هذا الشكل. ومن بعد كندوروها على هذا الشكل، كتكون تقريبا حلزونيه، يعني كتخالفوا دوك الرؤوس ديال العجين صافي باش هكذا كيتجمعوا لينا على هذا الشكل. ومن بعد كنوضعوها في اللاطه. هنايا غادي نعاود معكم واحده اخرى باش تشوفوا معايا الشكل بوضوح، باش هكذا ما توفقتش في الشرح هكذا يعني شفويا، فالصوره كتوضح لكم كل شيء. من بعد ما كان نسرح العجينه كندهنها بالقليل من الزبده اللي كتكون بدرجه حراره المطبخ، كنروليها. ومن بعد كنعاود كنرولي داك الرولو كاملو، وكنخالف هذوك الرؤوس على هذا الشكل صافي. كنحطو باش ما يتحلوش لينا اثناء الطهي، هذا كنخالفوا دوك الريوسه بحال هكذا ديال العجينه صافي، وكنحطهم في اللاطه. كنبقى غادي على هذا الشكل حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله. الوقت اللي انايا راني كنشكل في الفطائر ديالي اولا البريوش فهما كيختمروا، يعني ما كياخذوش معنا وقت كبير باش يختمروا، خاصه انا دابا في موسم يعني الصيف فالجو حار. فاون فوا كنكملوهم كندهنوا لهم الوجه ديالهم بصفار البيضه اللي حطبنا به في الاول، ومن بعد كنرشوا عليهم بالقليل من البافو اي بذور الخشخاش، وايضا كنرشوا بالقليل من الزنجلان. بالنسبه للحبوب باش كترشوا كتبقى اختياريه، انا صراحه كيعجبني الزنجلان في البريوش، وايضا حتى البافو مباشره كندخل لاطه الفرن اللي كيكون سخون، نمشيو عليه من الفوق ومن التحت، كنصبر عليه حتى كيطيب على هذا الشكل، كيطيب بحال الشكل ديال الخبز، هو سريع الاستواء. من بعد ما كنخرج اللاطه من الفرن كنغطي عليها بواحد المنديل تقريبا واحد 15 دقيقه او 10 دقائق حتى كيبرد لنا داك البريوش ديالنا وكيرطب تماما. ومن بعد هذه هي النتيجه اللي كنتحصل عليها، فكيجي بريوش ناجح، كيجي رطب، ايضا كيجي مفشفش وقطني. بالنسبه للاخوات اللي ما عمرهم ما جربوا البريوش يعني اولا ما كيجيش معاهم ناجح، فجربوا هذه الطريقه. فلنجاح اي بريوش ضروري يكون تكون العجينه ديالو خفيفه، كلما كانت العجينه خفيفه كلما كيجي معكم ناجح 100%. وايضا كتخليوه كيرتاح الوقت الكافي ويختمر شويه. فباش يعني باش
يعني صراحة وقفت هنا، ما بقاش عندي ما نقول. يمكن نقول لكم السلام عليكم، وفي امان الله، الى حلقة قادمة ان شاء الله.